في بنوتة كاتبالي في التعليقات بتسألني سؤال، بتقول لي انتي جميلة قوي، وانا بقول لك انتي اللي عيونك حلوين وجمال. بتسألني بتقول لي دلوقتي لو في واحدة اتعرضت لحادث، الحادث ده أثر على وجهها وأثر على أجزاء بجسمها، ازاي توصل للعريس حاجة زي كده بدون ان هي يبقى يعني تقلل من شأنها، وفي نفس الوقت توصل له الصورة بحيث انه ما يجرحهاش وبعد كده يعني في الكلام. عايزة اقولك ان انا واحدة من الناس اتعرضت لحادث كبير جدا جدا جدا، ومطلعيني من تحت عجل عربية ده بالفعل. ومشت بيا كمان، يعني مشت فترة بيا. كنت تحت عجل العربية بوجهي ده من هنا كده، وبإيديا من هنا، فاهماني؟ وقعدت اتعالج منها يجي 3-4 سنين، وكريمات تجميل وحاجات كده. تقريبا الكلام ده من 16 سنة، 16 سنة، 17 سنة بالظبط، 17 سنة فاتوا، فاهماني؟ فعادي جدا مع الوقت ممكن ان انتي يبقى في علاج، والطب دلوقتي اتطور، وزي حاجات تجميلية وحاجات بتخفي اثار الحوادث والحاجات اللي زي دي. دلوقتي متاح في كل حاجة. دي حاجة. حاجة تانية انه توصلي ازاي، لا انت تتكلمي بمنتهى الثقة. طبعا اي حد معرض ان هو يتعرض لحادث زي ده، سواء انت او غيرك، وهو نفسه واي حد في الدنيا دي ممكن يتعرض لاي حاجة، لاي حادث من الحوادث دي. عادي جدا، ده شيء مكتوب ومقدر. يعني عادي جدا انت تتكلمي بمنتهى الصدق والمصداقية. هو كان من نصيبك، ربنا هيوصله اكيد ليكي، ومش من نصيبك ربنا هيبعده عنك. يعني ربنا دايما بندعي ربنا يقرب مننا الخير ويبعد عننا الايه الحاجة الشر. ودايما اسجدي لله، واطلبي الزوج الصالح اللي يخاف ربنا فيكي. وكمان صلي استخارة، صلي استخارة، وربنا يوفقك ويكرمك يا رب، ويسعدك ويفرح قلبك، اللهم امين، انت وبنات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ازاي تزودي ثقتك في نفسك؟ دي مهمة جدا جدا جدا، ودي اللي هنتكلم فيها، ازاي ازود الثقة في النفس. ازود الثقة في النفس انه اعرف قدراتي وامكانياتي كويس جدا جدا جدا. كل ما عرفت قدراتي وامكانياتي، كل ما عرفت حدودي ايه، وعرفت انا ممكن اعمل ايه وممكن ما اعملش ايه. عرفت قدراتي وامكانياتي، هعرف كويس جدا اخد قرار، اللي هو انا عارفة نفسي اقدر على ايه وما اقدرش على ايه. دي حاجة تانية، اعرف احط جدول كده قدامي، اكتب ايه المميزات وايه العيوب اللي عندي. المميزات اللي عندي او نقط القوة اللي عندي اقويها زيادة، ونقط الضعف عندي احولها لنقط قوة. انت ممكن تلجئي لي على الخاص لو محتاجة مساعدة في حاجة زي دي، لان طبعا فيها مفاهيم وتصحيح مفاهيم وتصحيح ثقافات ومعتقدات ممكن تكون واخدينها من الصغر للكبر بشكل خاطئ، او مفاهيم غلط وثقافات غلط، ونطلع بيها ونفهم ان هي كده صح. هي مميزاتي وعيوبي، ايه هي المميزات بتاعتي وايه هي العيوب بتاعتي، يعني نقط القوة اللي عندي ايه هي مميزاتي، ونقط الضعف اللي عندي ايه هي عيوبي. ممكن انت شايفة ايه في عيوبك، وايه اللي ممكن يتصحح، ونقوي نقط القوة زيادة، ونحول نقاط الضعف لنقاط قوة. ونحط جدول كمان نكتب فيه ايه هي الحاجات اللي بنحبها، وايه هي الحاجات اللي مش بنحبها اللي بنكرهها. ممكن يظهر حاجات انت بتحبيها او بتكرهيها، فيها معتقدات غلط ومفاهيم غلط محتاجة تتصحح. ممكن تلجئي لي أساعدك فيها لو محتاجة. ايه الاحتياجات اللي ممكن تكون ناقصة عندك من ساعة ما كان عمرك 3 سنين لحد ما وصلتي للجامعة، وممكن ازاي نشتغل على الاحتياجات اللي ناقصة عندك ديت وندعمها ونقويها وتاخديها، اللي ممكن تشتغلي عليها. ومن هنا أنا بوجه كلمة لكل اللي محتاج مهارة الثقة في النفس، ازاي يرفع ثقته في نفسه، يبعتلي على الخاص وأنا أساعده في القصة دي.